أهلا بحبايبي طلاب 5 ابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات الأسبوع ال11 من كتاب التقييمات. يلا بينا. بصوا هنا مديني شوية صور وبيقولي قوليلي هي دي حركة إن الحاجة دي بتلف حوالين نفسها يعني حوالين محورها ولا بتلف في مدار. تعالوا نراجع على الاتنين مع بعض. كانت ايه الحركة حوالين المحور وايه الحركة حوالين المدار وكانت موجودة فين يا مس مارينا؟ كده فكرينا. هفكركم بسرعة. كوكب الأرض كان بيتحرك بحركتين في شكلين. يعني أول حاجة كان عنده حركة حوالين محوره. يعني ايه؟ يعني كوكب الأرض بيلف كده من الغرب للشرق، بيلف كده بيلف كده، بيقعد يلف حوالين نفسه. وقلنا ان هو بيكمل الدورة دي في 24 ساعة. لما الحاجة بتبقى هي اللي نفسها بتلف، يعني انت لو قمت دلوقتي وقعدت تلف بتلف كده حوالين نفسك، انت كده اسمها بتلف حوالين محورك. الحاجة بتلف حوالين نفسها حول محورها. تاني حاجة كانت إن كوكب الأرض بيلف حوالين الشمس. طيب هو بيلف حوالين الشمس في إيه؟ أكيد في حاجة منظمة. الحاجة المنتظمة دي اللي مش بتخليه يطلع بره أو يصطدم بكوكب تاني اسمها المدار. يعني إيه يلف في مدار؟ يعني يمشي في يعني مش خط مستقيم، في شكل بيضاوي كده بشكل منتظم بحيث ان هو ما يطلعش عن مداره او يحيد عنه. يبقى لما الحاجة بتلف حوالين حاجة تانية او في شكل معين اسمها في مدار. في مدار. تمام. احنا بقى هنشوف الاشكال اللي عندنا ونشوف هي دي بتلف حوالين نفسها ولا بتلف حوالين مدار في مسار معين او في خط معين. يلا بينا. اول رسمه هنا مديني المرجحه بتاعه الملاهي اللي هو احنا بنركبها وهي تفضل تلف. طب انا بقولك المرجحه نفسها بتلف، يبقى هي كده ايه؟ بتلف حوالين محورها. طيب دي مديني رسمه عجله، وبرده العجله بتلف، هي بتلف، هي اللي بتلف، يبقى بتلف حوالين محورها. هنا مديني الارض والقمر، الكبير ده الارض والصغير ده القمر. طيب هل القمر كده بيلف على بيلف عشوائي ولا بيلف في مسار معين؟ بيلف في مسار معين، المسار ده اسمه مدار، يبقى دي بتلف في مدار. طيب هنا مديني التوربينات. التوربينات دي مش هي اللي بتلف؟ الشفرات بتاعتها دي لما شوية رياح بيجوا هي اللي بتلف، صح؟ يبقى بتلف حول محورها. طيب هنا عندي حاجة برضو زي العجلة. الحاجات دي بتبقى موجودة في الآلات اللي بتتحرك حركة ميكانيكية وموجودة في المصانع. دي لما حاجات بتحتك بيها هي بتلف. يعني دي تحتك مع دي فدي تلف ودي تلف، البتاع ده كله يلف عامة. تبقى دي طالما هي اللي بتلف تدور حول محورها. دي انا عندي دول عمالين يلفوا حوالين نقطة معينة. طب بيلفوا في مسار معين، بص بالشكل ده، مش ماشيين عشوائي، بيلفوا في مسار معين، يبقى في مدار. طيب لعبة اليويو دي شبه لعبة اليويو اللي كنا بنلعب بيها زمان. دي بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى ليها راس كده من فوق واحنا بندوخ بنعمل كده. هي كنا بنقول ان احنا بندوخ اليويو، بنعمل كده فبيفضل يلف. طب طالما هي اللي لفت، هي نفسها بتلف، يبقى بتلف حوالين محورها، حول محورها. طيب الصورة دي راجل ماسك حاجة مثلا طوبة أو حاجة تقيلة وعمال يلفها. طب وهي بتلف يبقى بتلف في مدار معين. بصوا شكلينه أهو، شكله عامل مدار وهو بيلف. مثلا لو جبنا شنطة ولفنا بيها تلاقوا ان هي عاملة مدار كده حواليكم، شكل بتلف بشكل منتظم، تبقى دي في مدار. طيب اللي بعدها الساعة. الساعة دي مش بتبقى ثابتة من هنا والعقارب بتفضل تلف، شوية تبقى هنا، شوية تبقى هنا، شوية تبقى هنا، شوية تبقى هنا. طيب هي كده ثابتة حوالين حاجة والعقارب عمالة تلف. هي حاجة ثابتة والعقارب عمالة تلف حواليها، يبقى ده ايه؟ بتلف حوالين محورها.
زي نفس فكرة كوكب الأرض. مش كوكب الأرض قلنا إنه إحنا هنفترض إنه في خط افتراضي وكوكب الأرض بيلف حواليه، بيلف من الغرب للشرق، بيلف حواليه. أدي الساعة في حاجة ثابتة والعقارب بتلف حواليها، يبقى بتلف حوالين محورها. طيب دي الطواحين الهوائية القديمة. طيب هي عندها شفرات صح؟ أهو لما الرياح تيجي تحركها ايه اللي بيحصل؟ الطواحين دي تفضل تلف، الطواحين تلف، يبقى دي بتدور فين؟ حول محورها برضو. دي هي الصورة مش واضحة بس دي تقريبا الطواحين المائية، لأن هي هنا في مية وهنا العجلة اللي بتتأثر بحركة المية فتحرك الأجهزة من جوه. طيب لما العجلة دي بتلف بقى ايه؟ حوالين محورها. دي نفس فكرة الملاهي اللي هو احنا بنشغلها. دي لعبة السلسلة لو هي مش واضحة عندكم في الكتاب، دي لعبة السلسلة اللي بتدور، هي طبعا ثابتة في حاجة وهي بقى السلسلة بتدور، يبقى هي اللي بتدور تبقى حوالين محورها برضه. دي المجموعة الشمسية اهي. الشمس طبعا الشمس الكواكب بتدور في مسار معين اسمه المدار، تبقى دي بتدور في مدار. دي آلة كان المزارعين والفلاحين زمان بيستخدموها وبيخلوا مثلا الثور بيزقها أو جاموسة كبيرة تزقها أو بقرة كبيرة تزقها، فكانت يعني هي بتبقى عاملة كده وفي زي دراع الثور يفضل يزق فيها اللي هما بيقولوا الثور بيدور في الساقية، هي اسمها الساقية. هو بيفضل يلف في الساقية. طب بيلف بشكل عشوائي؟ لا، بيلف في مسار أو في مدار معين بشكل منتظم، تبقى دي في مدار. عامة الصور دي بيدربك فيها عشان تعرف الفرق ما بين الحركة حوالين المحور والحركة في مدار. اللي احنا علينا بقى في المنهج ان احنا نعرف كوكب الارض لما بيدور حوالين محوره ايه اللي بيحصل والظواهر اللي بتترتب عليه. طيب لما بيدور حوالين الشمس بيدور كل قد ايه؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ وهكذا. يتسبب دوران الارض حول المحور، هو بقى ده الجزء المهم، حول محور الارض. القلم يعني ايه حوالين المحور؟ اهو كوكب الارض بيلف حوالين المحور بتاعه. طيب قلنا بيلف كل قد ايه؟ كل 24 ساعة، يعني كل يوم. الحركة دي بينتج عنها 4 حاجات، يلا بينا نحفظهم سوا. اول حاجة انا قلت 24 ساعة يعني يوم، يعني في نص اليوم الجزء ده هيبقى في وش الشمس المواجه للشمس هيبقى نهار، والجزء التاني اللي غير مواجه للشمس هيبقى بالليل. طيب يبقى اول ظاهرة ايه هي؟ تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول محورها. أول حاجة تعاقب الليل والنهار. تاني حاجة في 3 حركة، يبقى أول حاجة تعاقب الليل والنهار، وعندي 3 حركة هنقولهم دلوقتي. تعاقب الليل والنهار. تاني حاجة هو كاتبها لي حركة الظلال، اسمها ايه؟ حركة الظلال، يلا بينا نحفظ سوا. تالت حاجة اسمها الحركة الظاهرية للشمس. لو حد مش عارف يعني ايه الحركة الظاهرية للشمس، يعني انا حاجة بفتكرها بتتحرك بس هي مش بتتحرك. يعني احنا مثلا بنبقى فاكرين الشمس اتنقلت من هنا لهنا، لا الشمس ما اتنقلتش، احنا اللي كوكب الارض لف. طب احنا ليه مش حاسين بالحركة دي؟ علشان احنا ثابتين، احنا بنتحرك معاه بنفس السرعة. زي فكرة لما تبقى راكب عربية، هل انت بتحس ان الطريق بيمشي؟ او انت راكب مترو انت ثابت، انت قاعد على الكرسي مش بتحس بالحركة اللي حواليك دي. لكن كوكب الارض هو اللي بيدور، علشان كده بنفتكر ان القمر بيجري ورانا بالليل والنجم، بص النجم بيراقبني ماشي ورايا، دي الشمس كانت هنا بقت هنا. لا، الحاجات دي ثابته مكانها لكن احنا اللي بنلف. يعني مثلا بالليل لو قعدتوا في البلكونه كده وبصيتوا هتلاقوا النجم كان هنا، بعد شويه افضلوا باصين عليه، يعني مش تروحوا وتيجوا، لا افضلوا باصين عليه، هتلاقوه بيمشي بشكل بطيء 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 من هنا لهنا لهنا لهنا. النجم بيمشي؟ لا، دي حركة ظاهرية للنجم. انا بفتكر ان النجم بيمشي بس هو ما بيمشيش. العكس بقى، ان كوكب الارض هو اللي بيلف 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 بنفس السرعة البطيئة دي اللي انا مش حاسة بيها. وان الحمد لله من رحمة ربنا بينا طبعا ان احنا مش بنحس بالسرعة دي. تخيل انا ابقى واقفة هنا هوبا كوكب الارض لف هوبا انا اتقلبت. علشان كده ربنا خلق الجاذبية وخلق انه كوكب الارض بيدور بسرعة، وان احنا بنتحرك معاه بنفس السرعة دي من غير ما نحس بيها، علشان ده طبعا
يعني كانت الدنيا هتبقى بايظه خالص. يبقى دوران الارض حول محورها بيعمل 4 حاجات. اول حاجه، يلا نحفظ سوا، تعاقب الليل والنهار، انه يبقى فيه صبح وبالليل. و3 حركه، ايه هي؟ الحركه الظاهريه للشمس، ماشي، حركه الظلال اللي هو الظل. الصبح مثلا بيبقى الظل طويل، وقت الشروق الظل طويل، ووقت الغروب الظل طويل، لكن في الظهر عشان الشمس بتبقى مرتفعه الظل بيبقى قصير. تالت حاجه الحركه الظاهريه للنجوم والكواكب والقمر. قارن بين الدوران حول المحور والدوران حول المدار. الدوران حول المحور، طيب تعالوا نقارن من حيث الوقت. الدوران حول المحور بيبقى قد ايه؟ كل 24 ساعة، صح؟ طيب ينتج عنه ايه؟ ينتج عنه 4 ظواهر، تيجوا نكتبهم. اول حاجة تعاقب الليل والنهار. انا مش بس بحل معاكي الكتاب علشان نبقى حلينا، احنا بنذاكر مع بعض علشان ده بيبقى تدريب كده. الاسئله دي بتبقى حلوه، ممكن تبقى موضع امتحان، فبيبقى بنتدرب سوا وبنراجع الدرس ونحفظ الحاجات ونفهم الحاجات اللي وقع مننا. اول حاجه تعاقب الليل والنهار، بعدين 3 حركات: حركه الظلال، الحركه الظاهريه للشمس، وبرضو الحركة الظاهرية للقمر والكواكب والنجوم. يعني ممكن ندمج دي في جملة، نقول الحركة الظاهرية للشمس والقمر والكواكب والنجوم. طيب الدوران حول المدار. الدوران حول المدار ان هو بيلف حوالين الشمس، اهي الشمس. طيب ده بيبقى كل قد ايه؟ كل 365 يوم وربع، يعني سنة. طيب ده بينتج عنه كام ظاهرة؟ هي ظاهرة واحدة اللي هي تعاقب فصول السنة ال4. وقت ما هو عمال يلف بقى بيكمل الدورة بتاعته يبقى عدى سنة. طب السنة دي فيها ايه؟ فيها ال4 فصول بتوعتنا اللي هم صيف شتاء خريف ربيع، يبقى ينتج عنها تعاقب فصول السنة ال4. زي الفل. انظر إلى الشكل المقابل ثم أجب. تتسبب حركة الأرض حول محورها في حدوث، حوالين محورها حدوث إيه؟ ظاهرة تعاقب الليل والنهار. طيب حيث يكون الجانب المواجه للشمس من الأرض، الجانب المواجه يعني اللي في وش الحاجة بيكون نهار، والجانب غير المواجه يعني اللي مش في وش الشمس بيكون ايه؟ بيكون ليل. ماذا يحدث إذا توقفت الأرض عن الدوران؟ تخيلوا إنه كوكب الأرض ما بقاش بيلف. طب دي حاجة مهمة؟ هي حاجة مهمة يا مس؟ طبعا حاجة مهمة. لو كوكب الأرض مش بيلف، أول حاجة مش هيبقى فيه جزء مواجه للشمس وجزء مش مواجه للشمس، مش هيبقى عندنا صبح وبالليل، هيتلخبطوا. ممكن كوكب الأرض هوبا ثبت واحنا الصبح، نفضل أسبوع الصبح الشمس طالعة، أو ثبت واحنا بالليل نفضل أسبوع بالليل مفيش نور. دي حاجة حصلت. تاني حاجة مفيش ظلال. تالت حاجة أنا مش هفكر إن الشمس بتتحرك والقمر بيتحرك والكواكب بتتحرك، كل حاجة هتثبت مكانها، كل حاجة احنا وقفنا كلنا، مفيش حاجة هتتحرك. وكمان لو هو ملفش حوالين المدار هيثبت، مش هيبقى فيه فصول السنة ال4، يبقى كل حاجة هتبوظ. تخيلوا احنا عايشين في صيف دائم او في شتاء دائم، ده كل حاجة هتبوظ. احنا جسمنا مش هيستحمل ال 12 شهر صيف او ال 12 شهر شتاء، لان ربنا خلقنا مثلا بنستحمل 3 فصول كده، 3 فصول كده، شهرين كده، وهكذا. التربة كمان، التربة هتبوظ، لان في محاصيل هي ما ينفعش تتزرع غير في الصيف في الجو الحر، في محاصيل ما بينفعش تتزرع غير في الجو البرد، النباتات هتقل وكل حاجة هتبوظ، كل حاجة حرفيا هتبوظ. يبقى ايه اللي هيحصل لو توقف الارض عن الدوران؟ هنقول بقى كل الظواهر دي ان هي مش هتحصل، يعني هنقول لن تحدث ظاهرة تعاقب الليل والنهار، وكمان مش هيحصل ظاهرة تعاقب فصول السنة ال4. مستعينا بالكتاب المدرسي اكتب ما تشير اليه محور الارض. ايه هو محور الارض؟ ده انا قلت لكم اهو ده خط وهمي افترضوا العلماء ان هو بيقسم كوكب الارض، بيمتد يمتد من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي، من القطب الشمالي
إلى القطب الجنوبي. يبقى محور الأرض ده خط افتراضي، حاجة افترضوها العلماء، يمر عبر القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، أو يمتد من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، هي. طيب حلو قوي، يلا بينا على الأداء المنزلي. تدور الأرض حول نقط وحول نقط. الأرض ليها حركتين، إيه هما؟ إن هي بتلف حوالين نفسها وبتلف حوالين الشمس. يبقى تدور الأرض حول محورها وحول الشمس. 2. أثناء دوران الأرض حول محورها يكون نصف الكرة الأرضية المواجه للشمس. يعني إيه مواجه؟ يعني واقف في وش الشمس، ده بيبقى إيه؟ بيبقى نهار. ولو قالك غير مواجه يبقى الليل. او لو قال لكم كلمه تانية بس هو مش بيجيبها كتير، المقابل. يعني عارفين يعني ايه المقابل؟ يعني انا كده مواجهه للشمس. طب ايه العكس؟ ان انا مقابله ليها. العكس ان انا بعيده عنها، بس هو مش هيجيب الكلمه دي كتير، بس خليكم عارفينها، المواجه عكسها المقابل. 3. يسمى الخط الافتراضي الذي يمر عبر الارض من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي، لسه قايلينها، ايه هي؟ محور الارض. 4. يحدث الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول إيه؟ الليل والنهار اللي هو إيه؟ اللي بيلف كل 24 ساعة. طب لما يعدي 12 ساعة هنا و12 ساعة هنا، ده بيبقى مواجه، ده بيبقى غير مواجه، اللي بيحصل بسبب دوران الأرض حول محورها. اقرأ العبارات الآتية ثم صوب العبارات غير الصحيحة. أول واحدة، تدور الأرض حول محورها مرة كل ساعة. لا طبعا، يعني كوكب الأرض بيكمل الدورة بتاعته حوالين محوره كل ساعة؟ ليه كل ساعة ليل ونهار؟ لا طبعا، يبقى مرة كل 24 ساعة. 2. تبدو الشمس وكأنها تتحرك في السماء. انا بفتكر ان الشمس بتتحرك، صح، وقلنا دي اسمها ايه؟ اسمها الحركه الظاهريه للشمس. طب لو قلت لك يبدو القمر وكأنه يتحرك، برضو صح. طب ده اسمه ايه؟ الحركه الظاهريه للقمر. ثالث سؤال، اسرع كوكب يدور حوالين الارض هو كوكب المشتري. صح، كوكب المشتري اسرع من كوكب الارض. رابع سؤال، تحدث ظاهره الليل والنهار مره واحده كل عام. يا خبر، يعني احنا ما بنشوفش الشمس غير مره كل سنه؟ ولا ما بنشوفش الليل غير مرة كل سنة؟ لا طبعا، كل يوم. خامس سؤال، تدور كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس بسرعات متشابهة؟ لا، بسرعات مختلفة. لو بسرعات متشابهة كانوا كلهم لبسوا في بعض وكوكب الأرض والكون ده كله اتدمر. 6. تدور الأرض حول الشمس بسبب تعاقب الليل والنهار. الأرض بتدور حوالين الشمس. دوران الأرض حول الشمس يسبب تعاقب الليل والنهار؟ غلط، بيسبب تعاقب فصول السنة الأربعة. أو ممكن أشيل الشمس دي وأقول محورها، ممكن أصلح دي أو دي. يلا بينا على التقييم الأسبوعي. اكمل. تدور الأرض حول محورها في نقط اتجاه عقارب الساعة. طيب عشان تبقوا فاهمين، عقارب الساعة بتمشي من الشرق للغرب، بتمشي كده اهو، من الشرق للغرب. طبعا انتوا عارفين الاتجاهات المفروض، ده شمال جنوب شرق غرب. الساعة بتمشي من هنا لهنا. كوكب الأرض ايه بقى؟ العكس، بيمشي من الغرب للشرق، يبقى عكس اتجاه عقارب الساعة. اكتب ما تدل عليه العبارة، يعني اكتب المصطلح العلمي. أسرع كوكب يدور حول محوره في المجموعة الشمسية هو ايه؟ كوكب المشتري. علل. لا نشعر بحركة الأرض وتبدو لنا ثابتة. اللي قلت لكم من رحمة ربنا بينا، ليه؟ علشان احنا بنتحرك مع كوكب الأرض بنفس السرعة، فمش حاسين بيها. لأننا نتحرك مع كوكب الأرض بنفس السرعة. صوب. تدور الأرض حول محورها الذي يمر بشكل أفقي، يعني حاجة نايمة كده. طيب ايه؟ أنا قلت لكم محور الأرض ايه؟ بيقسم كوكب الأرض من القطب الشمالي للقطب الجنوبي. عملت كده من الشمالي للجنوبي، يعني رأسي كده، رأسي كده أفقي، هو كده، يبقى كده ايه؟ رأسي. تاني سؤال، يحدث تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول، احنا حفظنا بقى، حول محورها. تاني اختبار، تحدث ظاهرة نقط بسبب دوران الأرض حول محورها، ايه هي؟ تعاقب الليل والنهار.
ما تدل عليه العبارة التالية. خط افتراضي. قبل ما اكمل خط افتراضي يبقى ايه؟ يبقى انا بتكلم عن محور الارض. خط افتراضي يمر عبر الارض من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي يبقى محور الارض. علل. لا نشعر بحركة الارض. نفس السؤال اهو اتكرر. لا نشعر بحركة الارض لاننا نتحرك مع كوكب الارض بنفس السرعة. اكتبوا نفس الاجابة. المريخ أسرع كوكب يدور حول محوره في المجموعة الشمسية. قلنا لأ، قلنا كوكب المشتري. نصف الأرض المواجه للشمس أثناء دوران الأرض حول محورها يكون ليل؟ لأ، يكون نهار عشان أنا قلت مواجه. اكمل. أسرع كوكب يدور حول محوره؟ قلنا المشتري. اكتب المصطلح العلمي. ظاهرة تحدث بسبب دوران الأرض حول محورها. ظاهرة تعاقب الليل والنهار. لا نشعر بحركة الأرض برضو نفس السؤال. صوب ما تحته خط. تكمل الأرض دورتها حول محورها يعني حوالين نفسها كل 365 يوم؟ لا، كل 24 ساعة. نصف الأرض غير المواجه. يبقى غير المواجه يبقى أنا بتكلم عن إيه؟ بتكلم عن الليل. يكون ليلا. وبكده نبقى حلينا مع بعض تدريبات الأسبوع ال11 من المدرسة وفهمناها، وهو الموضوع بسيط خالص. كله بيتكلم عن حاجتين: دوران الأرض حول محورها أو دوران الأرض حوالين الشمس في مدار. حول محورها بينتج 4 حاجات: ظاهرة تعاقب الليل والنهار اللي هو صبح وبالليل، و3 حركات. قولوا معايا، طلعوا على قدكم، اعملوا كده. اول حاجه تعاقب الليل والنهار، بعدين اتبقى 3 حركات: حركه الظلال، الحركه الظاهريه للشمس، والقمر والكواكب والنجوم. تمام؟ وفهمنا يعني ايه حركه ظاهريه، ان انا بفتكرها بتتحرك بس هي في الحقيقه مش بتتحرك، احنا او كوكب الارض هو اللي بيتحرك. تاني حاجه اللي هي دوران الارض حول الشمس او في مدار، بينتج عنه حاجه واحده بس طبعا مهمه جدا، اللي هي تعاقب فصول السنة ال4. لو في أي حاجة مش فاهمينها أو أي سؤال اكتبوهولي في الكومنتات وأنا هرد عليه. باي باي.